علاء صادق يفجرها. أزمة الأهلي بنهائي أفريقيا. تجميد حكم الإسماعيلية قبل شطبه. بروكسي يطلب إلغاء فوز الزمالك. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. المباراة اللي أقيمت امبارح وانتهت بفوز الزمالك 3-2 بعد 4 أشواط، وبعد التحكيم هو الأفسد والحكم الإسماعيلي المنحرف وليد عبد الرازق. نادي بروكس هيطلب إعادة المباراة بعد ما اتحاد كرة القدم قرر وأعلن تجميد الحكم الفاسد، الحكم الظالم، الحكم ميت الضمير وليد عبد الرازق. والسنة اللي قبليها اتحاد الكرة جمد محمد عادل بعد ما اعترف بالاحتواء، ورجع لعب تاني ولعب أهلي وزمالك عادي. مباريات الزمالك كلها بقت مفسدة ومقبرة للحكام وللعدالة ولكل حاجة ممكن تحترم في كرة القدم. النهاردة نادي فاركو فاز على المصرية للاتصالات 1-0 وتأهل لدور ال16 عشان يواجه نادي الزمالك. طبعا من حق نادي فاركو من المنحرف أخلاقيا الميت الضمير وليد عبد الرازق، حكم لا عنده دم ولا عنده أي ضمير، عمال يكتب تغريدات يقول إنه راضي عن نفسه. هو في حرامي في هذا الكون مش راضي عن نفسه؟ مش بس انت راضي عن نفسك، لا ده كل الزملكاويه راضيين عنك، وخصوصا محمد عواد عادي جدا. مش بس انت راضي عن نفسك، لا ده كل الزملكاويه راضيين عنك، وخصوصا محمد عواد. محمد عواد بعت لك بوسه وحضن عشان لما زقك وشدك وشتمك انت عملت نفسك ميت وعملته بحنية واخوة وما انظرتوش، زي ما عملت في الواد الوحش بتاع الاهلي اللي اسمه محمود متولي، اللي مجرد ما قرب بس قرب عطيته انذار في وشه عشان توقفوا ماتش الزمالك. محمد عواد بيقول لك يا وليد تعال نبوسك، يا وليد تعال نبوسك، تعالى كل الزملكاويه بيحبوك.